في مدينة مزدحمة كان فيه شابين عايشين حياة مختلفة تماماً. يوسف ابن عيلة غنية، عربية فخمة، ساعة بمبلغ مهول، بيصحى كل يوم يلاقي الفطار جاهز والغرفة مرتبة وكل طلباته مجابة. لكن رغم ده كله كان زهقان، حاسس إن مفيش حاجة تستاهل، مش عارف هو بيعمل إيه ولا ليه. آدم شاب بسيط ساكن في شقة صغيرة، بيشتغل في محل كشري من الصبح للمغرب، بيلم كل جنيه علشان يفتح مشروع صغير. كل يوم بيتعب، لكن كل يوم عنده أمل، عنده حلم، شايف طريق. بيصحى متحمس رغم التعب. في يوم من الأيام ورشة عمل صغيرة اتعملت في مركز مجتمعي بعنوان ابدأ مشروعك بنفسك. يوسف راح علشان أبوه أجبره، وآدم راح لأنه كان مستني الفرصة دي من شهور. اتقابلوا صدفة وقعدوا جنب بعض. يوسف سأل آدم: أنت مبسوط وأنت بتشتغل بالساعات وما بتصرفش زيي؟ آدم ابتسم وقال له: أنا مش بشتغل علشان أعيش، أنا بشتغل علشان أحقق نفسي. أنا كل يوم بتقدم خطوة. لو وصلت لحد هنا صلي على سيدنا محمد واعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. يوسف سافر بره ودخل في دوامة السفر والفلوس، والناس اللي حواليه مش حقيقيين. رجع بعد شهور وهو تايه أكتر من الأول. وآدم بدأ بعربية عصير صغيرة عملها بإيده، وقف بيها في الشارع وبدأ يكسب ويعرف ناس. يوسف كان معدي بالعربية بتاعت وشاف طابور قدام عربية عصير. وقف، ولما بص كويس لقى آدم اللي شافه في الورشة من شهور، واقف ووشه منور وبيضحك وبيخدم الزباين بحب. يوسف سأل آدم: أنت وصلت؟ آدم بصله وقال له: لأ، بس عارف أنا رايح فين. النهاية مش دايماً الغنى في الفلوس، ومش دايماً الفقر في الجيب. في ناس عندها كتير بس ماشية من غير هدف، وفي ناس ما عندهاش حاجة بس ماشية بخطوة ثابتة. الرسالة الغنى الحقيقي إنك تعرف أنت مين ورايح فين، وما تستناش من حد يقولك يلا. لو عاوز تعرف أكتر تابع بوابة إكس.